إسماعيل بن ناصر في الوام صفقة مدروسة باش تقوي وسط الميدان. رئيس مارسيليا بابلو لونغوريا قال أن بن ناصر إضافة كبيرة للنادي وعنده رؤية رائعة للاعب يقدر ينظم الوسط بمستواه التكتيكي العالي. بن ناصر ما كانش مجرد لاعب انتقل، لكن هو اللي أصر باش يروح لمارسيليا رغم العروض الكبيرة من أوروبا. فضل مارسيليا على خاطر آمن بالمشروع الرياضي تاعهم. اللاعب هدر بزاف مع مهدي بن عطية وبابلو لونغوريا شخصيا، واقتنع بالدور الكبير اللي راح يلعبه مع المدرب دي زيربي. وهذا ماشي انتقال عادي، هذا خبر كبير يفرح محاربي الصحراء. وسط الميدان الجزائري راح يكون أقوى قدام التحديات الجاية في كأس العالم، يعني تصفية لكأس العالم 2026 وكأس إفريقيا عفوا في المغرب في 2025. واش رايكم خوتي في بن ناصر؟ اسكو راح يكون مفتاح النجاح في المنتخب الجزائري والعودة ديالو القوية؟ صراحة أنا بالنسبة ليا كي راح لمارسيليا أحسن ألف مرة من اللي يروح السعودية. قولونا في التعليقات.